لو بتفكر تسافر تشتغل في الامارات، انا مش جاي اقول لك سافر ولا ما تسافرش، انا جاي اقول لك فكر قبل ما تعمل الخطوه دي. السفر مش مغامره، السفر قرار هيغير حياتك كلها. يا اما هيرفعك ويبدل مستقبلك، او لا قدر الله هيرجعك مكسور ومش قادر تبص في وش نفسك. قبل ما تسافر انا محتاجك تسال نفسك كام سؤال بسيط. انت رايح تعمل ايه؟ رايح تدور على شغل؟ طب انت اصلا بتشتغل ايه؟ وايه فرصتك في الشغلانه دي هناك؟ طيب انت معاك فلوس كام؟ وهل هتقدر تعيش بالفلوس دي 3 شهور هناك بدون شغل؟ ولا داخل على بلد اسعارها بالدرهم وانت بتعد بالجنيه؟ طب هل انت الانجليش عندك كويس؟ طب هل تعرف تقدم نفسك ولا مستني صاحبك هو اللي خلص لك كل حاجه؟ ونيجي بقى للسؤال الاهم، هل انت عندك سي في قوي؟ هل انت عندك اكونت على لينكدين ومتاكد انه كويس؟ انت هتعيش في بلد ما فيهاش حد يقول لك تعالى نفطر سوا، والامارات مش فندق 5 نجوم مستني الضيوف. الامارات دي بلد بتديك قد اللي بتديك. وصدقني لو ما عندكش سبب حقيقي يخليك تسافر، فنصيحة بلاش تسافر. عارف امتى تسافر؟ لما تكون عارف انت رايح ليه، لما تكون دارس مش حافظ، لما تكون عامل خطة لو اشتغلت هكمل، طب لو ما اشتغلتش هتصرف ازاي؟ وقتها بس هتسافر وانت في دماغك طريق، مش في جيبك تذكرة وخلاص. في الحلقات اللي جاية انا هقولك لو قررت تسافر فعلا تجهز نفسك ازاي، خطوة بخطوة، من أول ما تفكر في السفر لغاية ما ترجع تاني مصر بإذن الله وانت معاك فلوس وحابب تبدأ استثمارك هنا، أو حتى لو هتكمل هناك. علشان كده تابعني في اللي جاي.